الولايات المتحدة والمشاركة في الجمعية العامة، هل ذلك لتجنب النقد في الجمعية العامة؟ الفكرة أن بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية وكان لدي الفرصة لإصدار عفو لم أتردد في ذلك. هل تقصد بأنك استنتجت بأن التهم أنهم أبرياء من هذه التهم؟ بمجرد ما أن يتاح لي الفرصة للتدخل كرئيس وأن أقوم بإصدار هذا العفو لا أتردد. لا يزال 18 صحفي قيد الاحتجاز، وهناك أكثر من 20,000 سجين سياسي، من بينهم من يواجهون تهم الإرهاب. وهل يمكن القيام بنفس الإجراء تجاههم؟ كلمة قيد الاحتجاز يعني أن الإجراءات القانونية لم تستكمل بعد ولا يسمح لي باتخاذ أي إجراء في هذه الحالة. الجمعية العامة في هذه الدورة سوف تركز على داعش والدولة الإسلامية والأوضاع في سوريا وتحالف محاربة داعش، وأنتم عضو في هذا التحالف، وهناك حوالي 30,000 مقاتل انضموا إلى داعش. لماذا حدث ذلك؟ الفكرة أننا لا نستطيع محاربة داعش عسكريا فقط، نحن نريد نهجا شاملا ليس فقط البعد الأمني ولكن بعدا ثقافيا واجتماعيا. مصر لم تشارك في ليبيا إلا باستثناء هجمات عندما تم اغتيال أقباط مصريين في ليبيا. مصر هي عضو في التحالف ووضعنا وموقفنا واضح، فنحن نحارب الإرهاب في سيناء وذلك يمتد على حدودنا مع ليبيا. نعم، أنتم في التحالف ومشاركون بالطبع. سؤال إضافي، هل تتفق مع روسيا وإيران أو تختلف بأن ذلك ليس الوقت المناسب لدعم بشار الأسد وأن يكون الأولوية لمحاربة داعش؟ نحن مع حل سياسي في سوريا وليس حلا عسكريا. نحن نريد الحفاظ على وحدة سوريا والحفاظ على الجيش السوري الوطني. يجب أن نواجه المنظمات المتطرفة والإرهابية التي تقوم بالتأثير على استقرار المنطقة. نحن يجب أن نتيح الفرصة للاجئين للعودة إلى وطنهم فورا. هل تعتقد أن الرئيس الأسد يمكن أن يكون جزءا من العملية السياسية؟ نحن نركز على التهديد الأساسي، الإرهاب والتطرف والتداعيات السلبية لغياب الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ذلك قد ينتقل إلى مناطق أخرى لاحقا. هناك سؤال أيضا آخر بشأن بشار الأسد واستمراره في ظل معاملته للشعب السوري. هل ذلك يدعم داعش أم لا؟ أنا أتفق بأن هذا الأمر يكون بالاتفاق بين المعارضة السورية والنظام. نحن خارج هذا القرار. بالنسبة للأوضاع في سيناء، بعد أن أتيت إلى السلطة عقب الرئيس مرسي تعهدت بأن تقوم بإنهاء الوضع في سيناء في شهور، ومع ذلك لا يزال الوضع يزداد سوءا. لماذا؟ هذا هو الإرهاب، وهذا ليس أمرا سهلا للقضاء عليه. فالولايات المتحدة لديها تاريخ طويل لمحاربة الإرهاب في العديد من البلدان. بالرغم من كافة قدرات الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة استغرقت سنوات لهزيمة هذا الإرهاب. ولكن أريد أن أقول بأن بمقارنة الوضع الأمني منذ عامين والآن، أعتقد أن هناك الكثير من التحسن. على الجانب الآخر فإن تدفق المقاتلين عبر الحدود مع ليبيا توقف، وهذا التدفق كان تهديدا بالنسبة لنا. وزير الخارجية صرح في القاهرة، وعضو مجلس الشيخ مكين قام أيضا
بتصريح أيضا بأن هناك مزيد من القمع والتضييق. هل ذلك قام بزيادة الأوضاع سوءا في مصر؟ ما رأيك بذلك؟ لا ينبغي أن ننسى بأن مصر شهدت ثورتين في فترة قصيرة وموارد البلد محدودة، فكان هناك ثورتين في فترة قصيرة وقد مرت البلاد بأوقات عصيبة. نحن 90 مليون نسمة، نريد أن نتيح فرصة للمصريين